طول عمرك بتسمع الجملة الشهيرة: كل جزر عشان نظرك يبقى حديد. الجزر بيقوي النظر. الحقيقة الصادمة إن الجملة دي هي أكبر عملية تضليل مخابراتي في التاريخ الحديث. عملية ما كانش هدفها صحتك، كان هدفها تخبي سر عسكري مرعب. أهلا بيك في حلقة جديدة من هبد علمي. النهاردة هنعرف إزاي الجزرة كانت أهم سلاح في الحرب العالمية التانية، وليه العلم بيقولك إنك لو أكلت مزرعة جزر كاملة برضه مش هتشوف في الضلمة. القصة بتبدأ في سنة 1940 في الحرب العالمية التانية. الألمان وبريطانيا. لندن كانت بتترعش تحت رحم الطيارات النازية الألمانية. المدافع مش شايفة حاجة والناس مستخبية في الملاجئ. لندن بتتحرق تحت قصف الطيران الألماني، وفجأة الدفاع الجوي البريطاني بدأ يسقط الطيارات الألمانية بالليل بدقة مرعبة، دقة غير منطقية. الألمان استغربوا، إزاي الإنجليز شايفيننا في الضلمة الكحل دي؟ بعتوا جواسيسهم عشان يعرفوا السر. هل الإنجليز بيشوفوا الأشعة تحت الحمراء؟ هنا المخابرات البريطانية كان لازم تطلع بكذبة عشان تخبي اختراعهم الجديد، اختراع اسمه الرادار. فطلعوا بإشاعة إن طيارينهم بياكلوا جزر بكميات خرافية. ومن اللحظة دي بدأت أكبر كذبة في تاريخ البشرية، كذبة صدقتها أنت وأبوك وجدك، ولسه بتدفع ثمنها لحد النهاردة في طبق السلطة. ومن هنا بدأت أسطورة جون كينكارد كوايت آيز، أو جون كانينغهام، الطيار اللي بيشوف في الضلمة، والسبب الجزر. لغز الرادار المفقود. الحقيقة إن بريطانيا كانت مخبية اختراع هيغير وجه البشرية: الرادار المحمول. تكنولوجيا خفية بتتحط جوه الطيارة، بتخليها ترصد العدو من غير ما تشوفه. المشكلة إن بريطانيا كانت خايفة إن الألمان يشموا خبر، فكان لازم كبش فداء، ووقع الاختيار على الجزر. طب ليه الجزر بالذات؟ لأن بريطانيا في الوقت ده كان عندها أزمة غذاء، والجزر كان المحصول الوحيد اللي مال الأرض. فالحكومة ضربت عصفورين بحجر، خبت سر الرادار وأقنعت الشعب ياكل جزر عشان يشوفوا في الضلمة وقت الغارات والكهرباء مقطوعة. بروباغندا دكتور جزر. الحكومة البريطانية ما كانتش بتهزر، عملوا حملات إعلانية ضخمة، اخترعوا شخصية كرتونية اسمها دكتور كاروت، وأقنعوا الناس إن الجزر هو اللي هيحميهم من الغارات. الناس صدقت، والألمان كمان صدقوا، وبدأوا يأكلوا طيارينهم جزر. العالم كله لبس في الحيط بسبب معلومة مضروبة هدفها حماية رادار عسكري. تخيل، حملة بروباغندا كلفت ملايين، اخترعوا فيها شخصية دكتور جزر اللي بيطير، ونشروا صورة الطيار جون كانينغهام الملقب بكاتس آيز، وقالوا إنه بيشوف الطيارات بسبب الجزر، وهو أصلاً كان بيستخدم الرادار السري. العلم بيقول إيه؟ طيب، خلينا نهبد علمياً بجد. هل الجزر مفيد للعين؟ الإجابة أيوة، بس مش زي ما أنت فاهم. الجزر فيه مادة البيتا كاروتين، جسمك بياخدها ويحولها لفيتامين إيه. الفيتامين ده هو الوقود بتاع مادة في عينك اسمها رودوبسين. لو انت عندك نقص حاد في فيتامين إيه هيجيلك عشا ليلي، نيكتالوبيا، يعني مش هتشوف في الضلمة الضعيفة. هنا الجزر بيعالج المشكلة وبيرجعك للطبيعي. لكن لو نظرك سليم وأكلت جزر من هنا للسنة الجاية، نظرك مش هيتحسن 1% زيادة عن الطبيعي. انت بتملى خزان هو أصلاً مليان، انت بتبني دور تاني فوق بيت ملهوش سقف. عارف ايه اللي يحصل لو صدقت الكذبة دي بزيادة وأكلت جزر كتير؟ هيجيلك حالة اسمها كاروتينيميا. لون جلدك، كف ايدك ومناخيرك هيتحولوا للون البرتقاني الحرفي. عارف ايه اللي أفيد من الجزر للنظر؟ السبانخ، الكرنب والسمك. البروكلي والكبدة فيهم فيتامين ألف أكتر من الجزر بمراحل، بس محدش عملهم حملة إعلانية لأنهم ما كانوش محتاجين يخبوا وراهم. الحرب خلصت والرادار بقى تكنولوجيا قديمة، بس الكذبة عاشت وكبرت وبقت حقيقة مطلقة بنقولها لعيالنا. القصة دي بتعلمنا إن المعلومة هي أقوى سلاح،
وإن أحياناً الحقيقة بتكون مستخبية ورا قشرة جزرة. الكذبة نجحت لدرجة إن المخابرات الألمانية بدأت تزرع جزر لطيارينها، ولحد اللحظة دي شركات العصير والمكملات الغذائية لسه بتكسب مليارات من ورا معلومة اتولدت في مكاتب المخابرات البريطانية سنة 1940. الدرس الحقيقي من حلقة النهاردة مش إن الجزر وحش، الجزر جميل ومفيد. الدرس هو إن المعلومة ممكن تكون سلاح تضليل شامل. العلم هو النور الوحيد اللي هيخليك تشوف الحقيقة في ضلمة الإشاعات. المرة الجاية وإنت بتاكل جزر استمتع بطعمه، بس ما تتوقعش إنك هتشوف اللي ورا الحيطة. دلوقتي قولي، مين لسه بيقنعك بجملة الجزر بيقوي النظر؟ لايك، سبسكرايب، وشير الحلقة لصاحبك اللي بياكل جزر وهو لابس نضارة كعب كوباية. قول له فوق يا بطل، المخابرات غفلتك. سلام.